أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسم مربعا على الأرض ومد خطا من داخل هذا المربع إلى خارجه، وخط خطوطا قصارا حول هذا الخط الطويل داخل هذا المربع، ثم قال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به وهذا أمله، أي أشار إلى الخط الطويل الذي خرج من هذا المربع، قال: هذا أمله. ثم أشار إلى الخطوط القصيرة، قال: وهذه الأعراض إذا نجا من عرض نهشه الآخر. فهذا يبين لنا أن المرء من يوم أن يولد إلى أن يموت وهو عرضة للمصائب والأنكاد. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذا كانت الحياة كذلك فلا بد من دواء، وقد تعددت الأدوية النبوية والقرآنية، ومن أحسنها ما رواه ابن حبان وأحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن إلا قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، إلا كان حقا على الله عز وجل أن يبدل همه فرجا وحزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال: حق لمن سمعهن أن يتعلمهن. حق أي واجب وفريضة. ما أصاب عبدا هم ولا حزن، ما منا من إنسان إلا أصيب أو ينتظر مصيبة. كلنا هذا الرجل إما مصاب حقيقة أو هو ينتظر مصيبة، لأن الله عز وجل قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد وفي معاناة وفي مشقة. فالذي يتصور أنه من يوم أن يولد إلى أن يموت لا يبتلى فقد ظن باطلا وقد ظن عجزا. ومن دخل الحرب وهو يظن أنه لا يصاب فقد ظن عجزا. فطالما أننا جميعا هذا الرجل، فقد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ندعو به، يشتمل على التوحيد وعلى العبودية. اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أي أنا عريق في العبودية. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكثر من ذكر هذا البيت في جلوسه وقيامه ومشيه وسفره وترحاله. كان يقول: أنا المكدي وابن المكدي، كذلك كان أبي وجدي. فلذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما نكره أن نقول: قدر الله وما شاء فعل. قدر الله وما شاء فعل، أي ما شاء فعل وهذا قدره. فهذه معنى ناصيتي بيدك. كل شيء يكون في هذه الدنيا إنما تكون على وفق ما أراد الله، فإياك أن تضع اختيارك في مقابل اختياره فتشقى.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا اختار لك فلا تختر لنفسك، فإنك لا تدري ما تحت شراك نعلك. كثير من الناس الذين يخرجون ويموتون أو يصابون بمصائب ما خطر ببالهم قط أن يصابوا، والخير أقرب إلى شراك النعل والشر كذلك.